في يوم من الأيام وفي مدينة جميلة كانت بتعيش واحدة ست اسمها كاميليا. كانت كاميليا دايما بتهتم بشكلها، وكانت مهووسة بالحاجات القيمة والجميلة، وتزعل قوي لو معرفتش تملكها. كاميليا كانت زوجة لكاتب اسمه عمار. عمار كان بيشتغل في وزارة التربية والتعليم. مرتبه كان قليل، وده كان بيزعل كاميليا لأنها ما بيتوفرش معاها الفلوس اللي بتقدر تجيب بيها كل اللي نفسها فيه. بص يا عمار، ايه ده؟ بص، بص الست دي قد ايه لبسها جميل ودهب ومجوهرات غالية. اما انا يا عيني عليا ولا اي حاجة. وبعدين بقى يا كاميليا، أنا مش عارف انت ليه دايما شاغلة نفسك باللبس والمجوهرات والحاجات دي كلها حاجات سخيفة. حبيبتي انت ربنا أنعم عليكي بالجمال، تفتكري ان ده مش كفاية؟ كانت كاميليا طبعا مش مقتنعة بكلام عمار. كانت شايفة إنها علشان جميلة فهي الأحق بالمجوهرات والذهب والفساتين القيمة. وبالليل قعدوا مع بعض علشان يتعشوا. يا سلام على الشوربة الجميلة والعيش الطازة، بذمتك في أحلى من كده؟ اه، يا سلام بقى لو كان في مربى او جبنة او اي حاجة حلوة نتعشى بيها. عاشت كاميليا أيامها وهي بتتمنى الكتير دايما. ما كانتش بتقدر حاجة من اللي بتملكها، بالعكس كانت دايما مش راضية. وفي يوم رجع جوزها وهو فرحان وسعيد. كاميليا، كاميليا، جايبلك معايا حاجة متأكد إنها هتفرحك. فتحت كاميليا الظرف وشافت جواه دعوة. ايه دي؟ دعوة للحفلة اللي هتتعمل قريب في قاعة الوزير. وايه بقى اللي يفرح في كده ان شاء الله؟ تقدر تقولي لو انا رحت معاك الحفلة دي هلبس ايه؟ اه صحيح. طيب ما تلبسي الفستان اللي كنتي لابساه في خطوبة أخوكي، ده حتى شكله بيبقى حلو قوي عليكي، ولا إيه؟ انا ما عنديش لبس يليق بحفلة زي دي ابدا، للأسف. حبيبتي ما تزعليش. طيب هو لو جبنا فستان للحفلة هيكلفنا قد إيه يعني؟ مسحت كاميليا دموعها وقعدت تفكر. تقريبا 500 جنيه. 500؟ ياه. عموما ما تزعليش نفسك، أنا هتصرف. هتتصرف منين بقى ان شاء الله؟ عمار كان بيحوش فلوس علشان يجيب لنفسه لابتوب يساعده في شغله. ما تشغليش بالك، أنا هديلك الفلوس اللي هتجيبي بيها أحسن فستان. وقبل الحفلة بكام يوم دخل عمار ولقى كاميليا زعلانة وعمالة تقلب في دولاب هدومها. في إيه يا كاميليا، مالك؟ انت مش عجبك الفستان اللي جبناه ولا إيه؟ لا لا، ده الفستان جميل، بس للأسف أنا ما عنديش مجوهرات أقدر ألبسها مع الفستان. أيوة، بس انت عارفة طبعا أنا مش هقدر أجيب مجوهرات. طيب ما تلبسي أي إكسسوار خفيف. إكسسوار إيه؟ لا طبعا، وبعدين أنا مش أقل من أي واحدة هتروح الحفلة. طيب إيه رأيك تطلبي من صاحبتك ريم؟ بيتهيألي إنها مش هترفض. وافقت كاميليا وعلى طول راحت لريم. ريم كانت صاحبة كاميليا جدا من زمان، لكن بسبب ان ريم كانت غنية جدا كاميليا بعدت نفسها عنها. كاميليا، مش ممكن، انت فين يا بنتي؟ وقعدوا يتكلموا مع بعض كتير. وبعدين طلبت كاميليا المجوهرات من ريم.
مجوهرات؟ اكيد، مفيش اي مشكلة عندي. انا عندي كتير، هجيبلك كل الاكسسوارات والمجوهرات اللي عندي واختاري اللي انت عاوزاه. دورت كاميليا كتير وسط المجوهرات والاكسسوارات لحد ما لقت عقد جميل جدا عجبها قوي قوي. اوه، ايه ده؟ هو انا ممكن اخد ده يا ريم؟ ايوه طبعا، ودي عاوزة سؤال؟ فرحت كاميليا قوي وشكرت ريم ورجعت على بيتها. وفي يوم الحفلة كانت كاميليا متألقة جدا، حتى إن الوزير نفسه قام بتحيتها شخصيا. وخلصت الحفلة وخرجت كاميليا وعمار. وللأسف قعدوا فترة طويلة جدا يستنوا تاكسي يوصلهم. الوقت كان متأخر. رجعوا البيت أخيرا. دخلت كاميليا أوضتها تبص على نفسها في المراية وهي معجبة جدا بشكلها. بيتهيألي كده ان مفيش حد كان اجمل مني في الحفلة النهاردة، ولا اشيك. الله الله، ايه ده؟ ايه ده؟ العقد، العقد! لا، الحقني يا عمار، خير يا رب، في ايه؟ الحقني يا عمار. العقد، العقد مش لاقياه، ضاع. انت بتقولي ايه؟ مستحيل، انا شايفك وانت بتلبسيه قبل ما نمشي. ايوه، ومتأكدة اني كنت لابساه طول الحفلة. طيب والتاكسي؟ يمكن وقع في التاكسي. معرفش، يمكن. ربنا يستر، ان شاء الله نلاقيه. يمكن واقع مننا في اي مكان. انا هخرج ادور عليه في الشارع. وراح عمار وقعد يدور عليه في كل مكان، بس للأسف ملقاهوش. ورجع لكاميليا وهو حزين ومحتار. طيب حاولي تقولي لريم اي حاجة مؤقتا لحد ما ندور عليه تاني، يمكن نعرف نلاقيه. قولي لها مثلا ان مشبك العقد ضاع او اي حاجة. وفعلا راح عمار وقدم شكوى للشرطة ودور على عقد تاني في كل مكان، بس للأسف معرفش يلاقيه. مفيش حل قدامنا دلوقتي غير اننا نجيب عقد تاني زيه بالظبط ونديه لريم. وقعدوا يدوروا على عقد يشبه العقد اللي ضاع، وأخيرا لقوا عقد يشبهه بالظبط. ايوه ايوه، هو ده. بكام ده لو سمحت؟ 40,000 جنيه. وما كانش قدامهم حل تاني غير إنهم يشتروا العقد. وطلبوا من الجواهرجي إنه يحجز لهم العقد ده لحد ما يوفروا فلوسه. وراح عمار لكل صحابه وقرايبه وطلب منهم الفلوس، وفعلا قدر يجمع المبلغ واشترى العقد. ورجعت كاميليا العقد الريم اللي أخدته منها حتى من غير ما تبص عليه. وبعد كده اتغيرت ظروف معيشتهم، باعوا عفشهم وعاشوا في شقة إيجارها أقل. ووصل بكاميليا الحال إنها اشتغلت في البيوت كمان. وفي يوم وهي ماشية في الشارع شافت ريم بالصدفة. ايه ده؟ ريم لسه جميلة زي ما هي. ريم، يا ريم، مين الست دي؟ انا حاسة ان انا شفتها قبل كده. اهلا وسهلا، انت تعرفيني؟ ريم، انا عارفة اني اتغيرت كتير قوي، بس مش لدرجة انك ما تعرفينيش. اوه،
كاميليا، ايه ده؟ كاميليا، انت ايه اللي حصلك؟ شكلك متغير كده ليه؟ ايه اللي عمل فيكي كده؟ كاميليا حكت لريم كل حاجة وازاي اتبدل حالها بسبب العقد. يا خبر، ازاي؟ انت ازاي ما قلتليش الحقيقة من يومها؟ يا كاميليا، العقد اللي انت اخدتيه مني ده مجرد اكسسوار بسيط، ما كانش ألماظ زي ما انت فاكرة. ده سعره تقريبا كان 100 جنيه وقتها، مش اكتر من كده. انت بتقولي ايه؟ ازاي؟ ده كان عقد جميل وشكله شبه الألماس بالظبط. ايوه، بس ده فالصو. وبكده اتعلمت كاميليا المسكينة الدرس، وهو الرضا. لو كانت راضية بحالها وبس، وما فكرتش انها تطلب اكتر من اللي عندها، يمكن ما كانتش مرت بكل المشاكل دي. قد ايه كنت غبية. كان عندي بيت جميل وزوج بيحبني، وانا ما كانش عندي رضا بأي حاجة. حبيبتي، عاملة ايه النهاردة؟ اتفضلي يا ستي، الورد ده علشانك. يا رب بس يعجبك. وآسف إني ما قدرتش أجيبلك اللي انت طلبتيه النهاردة. ده جميل جدا، ده كفاية عليا. انا راضية بيه، راضية بكل حاجة قسمها لي ربنا.